كلنا شفنا الفيديو اللي عمله ضني، وشفنا قد ايه القنوات كلها او معظم القنوات فرحانة ومبسوطة وبركت وهنت ان ضني وياسمين راجعين لبعض. طبعا انا واحدة من ضمن الناس اللي فرحانة جدا جدا جدا، وبقول لهم الف مليون مبروك رجوعكم لبعض. وده مش عشان ضني ولا عشان ياسمين، عشان حاجة واحدة بس، عشان خاطر سليم. اي طفل في الدنيا مش بس سليم من حقه انه يتربى ويعيش حياة سوية بين ابوه وامه. كلكم بتشوفوا او كلنا وانا من ضمن بشوف ان دايما سليم على لسانه ضني ضني ضني، وفرحة سليم لما بيكون مع ضني، ونفس الشيء فرحة ضني لما بيكون معاه ابنه. الكبار غلطوا، دي مفيش عليها خلاف، ياسمين غلطت وضني غلط، لكن في النهاية الطفل هو اللي بيدفع الثمن. لو ياسمين راحت اتجوزت حد تاني وشافت حياتها، وضني راح اتجوز حد تاني وشاف حياته، مين اللي هيدفع الثمن؟ اكيد سليم. لو كان سليم لوحده او لو كان في طفل تاني ان شاء الله يبقوا 10. الاطفال والولاد هي اللي بتدفع الثمن. واكيد في ناس بتسمعني ممكن يكونوا منفصلين واولادهم بيتربوا بين الاب والام، ما بين هنا وما بين هنا، وهيفهموا الكلام ده كويس وهيقدروه. لكن اللي المفروض بقى يحصل ونتعلم ايه من الدرس اللي حصل، نتعلم ان نقفل بابنا على مشاكلنا. كلام ده لياسمين وضني، اقفلوا بابكم على مشاكلكم، محدش يسمع صوتكم، اللي بره باب اوضتكم ما يسمعش صوتكم، ما يسمعش انتوا بتقولوا ايه. ولازم وضروري جدا ياسمين تعتذري لحماتك، لازم تعمليها كويس، لازم تحطي في اعتبارك ان دي الست اللي كانت السبب في وجود الراجل اللي انتي بتحبيه او اللي انتي متجوزاه او اللي انتي مخلفة منه. فلاجل الورد يتسقل عليه. لو عملتيها كويس وعملتيها زي امك، اكيد هي كمان هتعاملك زي بنتها. الناس اللي بتطلع تسخن وتقوم وتبوظ الدنيا، اهدوا شوية. لو عندنا كلمة حلوة نقولها، ما عندناش كلمة حلوة نسكت، فلتقل خيرا او لتصمت. الناس اللي ما بيتكلموا، لا ده هو قال، لا ده هي قالت، ده هي صورته، ده هو قال، الاتنين غلطوا والاتنين خاضوا في بعض. ومادام الاتنين غلطوا الروس اتساوت، مفيش حد فيهم ضحية. ياسمين غلطت وضني غلط، فخلاص الموضوع انتهى. مفيش حد فيهم قال ربنا يسامح التاني على غلطه فيا، لا، الاتنين غلطوا في بعض، والاتنين بهدلوا بعض، والاتنين فضحوا بعض. ويا ريت نتعلم من اخطائنا، يا ريت مشاكلنا ما تطلعش بره باب بيتنا. يا ريت يا ضني لو انت بتفكر ان انت تسكن في الشقه اللي انت وضبتها في بيت اهلك، خد مراتك وابنك واسكن في مكان بعيد، لا تروح تسكن عند بيت حماتك ولا تسكن عند بيت اهلك. عيش بعيد، المثل بيقول كن بعيد تكون حبيب، او خليك بعيد تكون حبيب. اقفلوا بابكوا على حياتكوا عشان خاطر ابنكوا. فرحة الطفل بوجوده بين امه وابوه بالدنيا بحالها. ومن الواضح كده ان زي ما صدفة قالت قبل كده وكان كلامها صح، ان لما قالت انا عارفة ان ياسمين هترجع لضني اختي وانا عارفاها، ساعتها فعلا صدفة كان عندها حق في اللي قالته، ان هي عارفة اختها. ومن الواضح كمان ان ياسمين وضني اتقابلوا وقعدوا واتفقوا على كل حاجة، بدليل ان الفيديو بتاع ياسمين اللي كانت عاملاه وبتتكلم عن الشقة وتوضيب الشقة، لا، الفرحة مش فرحة شقة يا ياسمين، الفرحة فرحة رجوعك لأبو ابنك، ومن حقك تفرحي، بس يا ريت تتعلمي من أخطائك. حاجة كمان، ان خطوبة ضني اللي طلع وتصور وقال انا خطبت وقال انا عملت، واضح جدا جدا ان دي كانت مجرد حيلة علشان يشعل ياسمين من ناحيته، او يحيي حبه جواها تاني من ناحيته، او يخلي ياسمين تفكر مليون مرة ان هم يرجعوا، يعني زي اللي كان بيشعل الغيرة جواها. لكن ما كانش فيه موضوع خطوبة ولا حاجة، بدليل تعب ياسمين لما تعبت ودخلت المستشفى، وناس كتير قالت ده ياسمين انهارت بسبب خبر خطوبة ضني. وانا واحدة من الناس قلت لا، مش شرط، البنت زعلانة ونفسيتها تعبانة لان كانت ذكرى وفاة باباها وكانت زعلانة وبقالها فترة منهارة وبتتكلم عن باباها كتير، فممكن يكون ده سبب تعبها، مع انها مهملة في اكلها وشربها وفيتاميناتها. بس النهاردة انا بقول اكيد التعب اللي كانت تعباناه ياسمين لما ضني طلع وحب يغيظها ويقول ان هو خطب.
لكن ما اظنش ان موضوع الخطوبة ده كان حقيقي اساسا، لان مش بسهولة ان تدخل بيوت الناس وتخرج منها بمنتهى البساطة كده. لا النهاردة انا جاي اخطب بنتكم، لا بكرة معلش انا راجع لام ابني. مهما كان الانسان سيء ما اظنش انه يعمل كده. الف الف مبروك رجوعكم لبعض، ويا ريت تتعلموا من اللي فات وتقفلوا على حياتكم وتفكروا في ابنكم، وما تسمعوش لكلام اي حد، ما تفكروش في كلام اي حد. ويا ريت المتابعين اللي زعلانين، لان انا متاكده ان في ناس هتبقى زعلانه من رجوعهم. مفيش حد في الدنيا بيفرح في خراب البيوت، ومفيش حد في الدنيا يزعل ان البيوت تعمر، وخصوصا لما بيكون في اطفال، لان الاطفال هي اللي بتدفع الثمن وهي اللي بتحاسب على الفاتوره. الاطفال هي اللي بتحاسب على الفاتوره بتاعه الاب والام. بدل ما نزعل ان هم رجعوا، لا ننصحهم ان المرة اللي فاتت حصل 1 2 3 غلط، يا ريت ما يحصلش المرة دي. الف 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 مبروك ياسمين وضني، ربنا يكملها لكم على خير، وربنا يهدي سركم ويعمر بيتكم بالحب والمودة والرحمة. المودة والرحمة، وحطوا تحتها مليون خط، وحطوا اخطائكم قدام عينيكم عشان ما تنسوهاش وتكرروها تاني. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.